السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت إن شاء الله. أمطار المرتقبة في هذه المناطق. إليكم التفاصيل. حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد السبت أن تشهد الحالة الجوية عامة نزول أمطار متفرقة مع احتمال بروز رعد جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، فضلا عن نزول قطرات مطرية محلية فوق كل سهول المحيط الأطلسي الشمالية، الريف، منطقة السيس، الأطلس المتوسط، وشمال المنطقة الشرقية. وسيبقى الطقس حارا نسبيا جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الداخلية خلال الصباح والليل. وسيعرف كل من جنوب البلاد تناثر حبات من الغبار بصفة محلية، كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى، الشياط، الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية، وشرق الواجهة المتوسطية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 4 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و26 درجة بأقصى الجنوب، وستكون ما بين 9 و17 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. فيما ستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا مستمرا بأغلب جهات البلاد. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى إيج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.